كيف يتم البحث عن الوظائف؟ وما أهمية تطوير الذات من خلال التدريبات؟ لما بننزل نتمرن في أكتر من حتة إحنا بنتعلم المهارات بقى الإضافية دي. كيف يؤثر استغلال الإجازة في الحصول على تدريبات لزيادة فرص الحصول على وظيفة مناسبة؟ فرص العمل بتيجي كل لما نبقى موجودين في سوق العمل، موجودين في إطار حيوي. وما هي المبادرات التي يقودها الشباب والشابات؟ وما هي البرامج السياسية لتمثيل الشباب والشابات سياسياً؟ عايزة أوريكم البرامج والمبادرات اللي بيقودها شباب زيكم. ومن القصص الملهمة النائبة أميرة صابر تتحدث عن كيف أصبحت نائباً لحزب سياسي كبير. تجربتي السياسية بدأت في المدرسة وكملت في الجامعة من باب المشاركة، وكان الأكبر والباب الأوسع ليها هو وجودي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. ومن أسئلتكم: ما هو الإجراء القانوني المتخذ ضد أخ يريد طرد إخوته من المنزل؟ الحقيقة أنتم ممكن تعملوا محضر في اسم الشرطة وتطلبوا فيه عدم تعرضه ليكم. إزاي الحال؟ في سؤال دايماً بيتسأل من الشباب عامةً والبنات تحديداً: إزاي ألاقي شغل؟ أو إن أنا لقيت شغل فعلاً بس المرتب قليل قوي ومش مكفي، أعمل إيه؟ أنا الحقيقة مش عايزة أجاوبكم على السؤال بنفسي، أنا هجاوبكم من خلال قصة بنت اسمها بسنت، عجبتني جداً. بسنت أول ما اتخرجت داخت ال7 دخات علشان تلاقي شغل، تشوف إعلانات وتبعت السي في، تلاقي معارض توظيف تجري وتروح وتديهم السي في، تبعت إيميلات على الشركات وعلى لينكد إن والمنصات المختلفة والويب سايتس، ما سابتش حد في حاله. لكن بسنت قالت كلمة عجبتني قوي الحقيقة، قالت لي: الشغل عامل زي صيد السمك، عايز صبر. قلت لها: إيه التشبيه ده يا ملكة زمانك وحكيمة مكانك؟ قالت لي: فعلا السمك بيبقى في البحر كتير جدا ومش شايفينه وعايز مجهود زي الشغل بالظبط، في فرص كتير إحنا ما بنبقاش شايفينها، عايز صبر وبحث. وده اللي هي عملته، هي لقت شركات كتيرة عاملة فرص للتدريب. يعني إيه للتدريب؟ للشباب اللي بيبقوا في الجامعة في الصيف أو اللي لسه يدوب متخرجين كده بنار الفرن على السخن، ينزلوا يتدربوا في الشركات دي شهر، وفي اللي بيديك 2-3. المهم هي ما سابتش ولا فرصة تدريب إلا لما نزلتها متدربة، وبعدها تحاول تشتغل مش عارفة تشتغل، فكل الشركات تقول لهم إيه؟ طب خلاص أنا هنزل متدربة، رغم إنها اتخرجت بس مكملة في السكة دي. وهي ماشية كده لقت بنك عمل إعلان إنه عايز موظفين تحت التمرين، فراحت تاني ما قالتش أنا زهقت بقى تمرين وأنا يعني مش عارفة أعمل إيه، ومرتب ولا مكافأة التدريب ده بتبقى قد كده فتفوتة كده ما تكفيش حتى المواصلات. لا، راح لما انتهت فترة التدريب شافوها في البنك مختلفة، عندها خبرة، اتعاملت قبل كده مع الناس، بتقدر تقابل العملاء بطريقة كويسة. علشان كده في التصفية ما بينها وما بين شباب وبنات تانية كانت فرصتها أكبر من غير لا واسطة ولا أي حد تدخل، وكان فعلاً الكفاءة اللي هي واخداها مش بس في الحسابات أو في الشغلانة اللي نزلت تتمرن عليها، لا، الكفاءة اللي بتبقى مطلوبة في السوق يا شباب ويا بنات ما بتبقاش بس إن أنا شاطر في تخصصي وفي مجالي، في شوية حاجات كده مهمة بيسموها إيه؟ سوفت سكيلز، اللي هي أنا ممكن أبقى شاطر قوي بس مش عارف أتفاعل مع اللي حواليا، أو صدامي، أو بطيء في الشغل، أو سريع بزيادة، أو إيقاعي مش مريح اللي حواليا. لما بننزل نتمرن في أكتر من حتة زي ما بسنت عملت، إحنا بنتعلم المهارات بقى الإضافية دي، زي إزاي نتفاعل مع زمايلنا، إزاي نشتغل في فريق عمل، إزاي ناخد بالنا من الأدوات بتاع الشغل بتاعتنا، إزاي نتواصل مع العملاء المختلفين.
الحقيقة اللي عجبني في قصة بسنت إنها عندها إصرار، وأول حاجة عملتها إنها ما أحبطتش، يعني ما قعدتش بقى إيه تقول لك أنا الزمان وحش والفرص وحشة والسوق بيستغلنا. هي كانت حريصة إنها تبقى موجودة في سوق العمل، لأنه ببساطة شديدة فرص العمل مش هتيجي مع أي حد جايبها لنا كده ويخبط على الباب كأننا جايبين يعني طبق بسبوسة، أو إنه جايب لنا في إيده هدية طبق بسبوسة. فرص العمل بتيجي كل لما نبقى موجودين في سوق العمل، موجودين في إطار حيوي، موجودين في وسط الناس. إنما لو إحنا قررنا إننا هنقعد ونستنى بننسحب من سوق العمل، وهنا بيبقى إننا نرجع تاني أصعب بكتير قوي. ده اللي أنا بسميه إيه يا جماعة؟ إننا نبقى موجودين في محيط واعي حوالينا، في المحيط اللي إحنا عايزين نشتغل فيه. حضرتك أو حضرتك عايزين تشتغلوا في بنك، لازم تنزلوا تتمرنوا في الشركات وفي البنوك. عايز تشتغل محاسب قانوني، انزل على المكاتب بتاع المراجعة القانونية. عايز تشتغل دكتور أسنان، انزل مساعد لدكتور أسنان، بس تبقى متخرج من طب يعني. أقصد إنه كل مجال إحنا عايزين نشتغل فيه لازم ننزل الحارة بتاعته، السوق بتاعه، المحيط بتاعه، الناس تشوفنا وإحنا ناخد خبرة بالناس. فلما ننزل في أي اختبار ما نبقاش كأننا يعني كنا قاعدين وجايين من منازلهم ندور على فرصة عمل. صح الكلام؟ أشوفكم بعد الفاصل. لما نسمع الكلام ده ندور على عناوين، على تليفونات، ننزل نتحرك، نخبط على البيبان ونقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ مهم جدا لكل الشباب عموما والبنات تحديدا ان اي وقت عندنا نشوف نقدر نستثمره ازاي. احنا مش بس هنخدم المجتمع اللي حوالينا، لا احنا هنخدم نفسنا اكتر كمان. في الحلقة دي أنا عايزة أركز مع الشباب والشابات على إزاي نخطي أول خطوة في حياتنا، سواء وإحنا لسه بندرس في الجامعة أو بعد التخرج، لأنه الحقيقة ده سؤال ما بتلاقوش عليه إجابات كتير، وأغلب الأسر ما بتبقاش قادرة تساعد ولادها نمشي في أنهي سكة. كله يقولك يا ابني اشتغل، يا بنتي اشتغلي، أو يعني العملية فين؟ الطريقة العملية اللي نوصل بيها إزاي؟ حد يا جماعة يورينا الباب. والحقيقة بفتكر وأنا في سنكم كده أو لسه متخرجة كان موضوع مربك ومزعج والواحد مش عارف يروح فين. فعشان كده عايزة أوريكم البرامج والمبادرات اللي بيقودها شباب زيكم، واللي مهم جدا يا جماعة. وانتوا النهاردة بتدخلوا كتير قوي على الإنترنت، سواء بتعملوا سيرش بالطريقة العادية على جوجل أو حتى على فيسبوك ولا تيك توك ولا كل الحاجات المسلية دي، أو AI ChatGPT. كل البرامج دي النهاردة هتسهل عليكم لما تكتبوا برامج الشباب أو مبادرات الشباب. لما نسمع الكلام ده ندور على عناوين، على تليفونات، ننزل نتحرك، نخبط على البيبان ونقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ تعالوا نشوف الانفوجراف ده وبعدين نتكلم تاني. البرامج والمبادرات التي يقودها الشباب والشابات. برامج الإرشاد والتوجيه، إطلاق مبادرات تربط الشابات بقادة ملهمين من الشباب أو الخبراء في مجالات مختلفة، مثل برنامج نورة الذي تدعمه هيئة الأمم المتحدة للسكان ويستهدف بناء قدرات الفتيات في القرى. مبادرات الشباب لتمكين الفتيات، مبادرة دوي التي تعمل على تمكين الفتيات في المناطق الريفية من خلال برامج توعوية وتثقيفية. برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذ برامج مثل مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية الذي يدعم الشباب والشابات من خلال توفير التدريب والدعم المالي لبدء مشروعات صغيرة. وأنا بدلكوا على السكة عايزة أديكوا غشوشة صغيرة كده، تيبس زي ما بيقولوا، مش التيبس بتاع الفلوس يعني، التيب نصيحة بالإنجليزي. انتوا عارفين أنا ست متعلمة يعني. إيه هي النصيحة دي؟ إن حضراتكم وسعوا دايرة علاقاتكم على قد ما تقدروا، اعملوا شلل واعملوا معارف واعملوا أصدقاء من أجيال مختلفة في سنكم وأكبر. طب الكلام ده يتوفر إمتى وفين؟ إننا نشارك
سياسياً. سياسياً. ما تتخضوش من الكلام ده وتحسوا إنه كلام نشرات وإحنا مالنا وبتاع. لا يا حبايبي، في مصر النهاردة أكتر من 120 حزب سياسي. روحوا لفوا اتفرجوا، اعتبروهم محلات ملابس وتعملوا شوبينج، خبطوا على البيبان. مين دول؟ بيعملوا إيه؟ لأنه هي دي الأماكن اللي هتقدروا تشوفوا ناس عندهم خبرات كتيرة وفي أعمار مختلفة وتوسع شبكة علاقتكم، لكن كمان هتديكم مهارات في التعامل مع كل الناس، الصالح والطالح. تعالوا نشوف الانفوجراف ده ونتكلم أكتر. التمثيل والمشاركة السياسية للشابات والسيدات. برامج القيادة السياسية. دعم الشابات الراغبات في الدخول إلى المجال السياسي من خلال برامج تدريبية حول الحقوق السياسية، كيفية الترشيح للمناصب العامة، وكيفية التأثير في السياسات العامة. تشجيع المشاركة في المجالس الشبابية. دعم انخراط الشابات في المجالس الشبابية والمحلية لإيصال أصواتهن والمشاركة في صنع القرار. أمثلة على البرامج والمبادرات: برنامج شيكان الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة لدعم الشابات في المجالات القيادية والريادية. مبادرة نورة لتمكين الفتيات المراهقات في المجتمعات الريفية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للسكان. برنامج المرأة في القيادة التابع لمنظمة العمل الدولية ILO، والذي يهدف إلى تعزيز دور النساء في مواقع القيادة. للمزيد من التفاصيل يمكن زيارة المواقع الرسمية لهذه المبادرات أو التواصل مع المنظمات الداعمة مثل المجلس القومي للمرأة www.ncw.gov.eg. أنا عارفة اللي الكلام اللي بقوله ده يبدو إنه كلام تخين من اللي بيطلع في النشرات وبرامج التوك شو، بس الحقيقة زي ما بقول لكم هو المساحة اللي تقدروا توسعوا دايرة علاقاتكم فيفتح لكم أفق في كل حاجة، في الشغل وفي المناصب وفي الحياة بشكل عام. مهم جداً لكل الشباب عموماً والبنات تحديداً إن أي وقت عندنا نشوف نقدر نستثمره إزاي، سواء في حزب سياسي أو في جمعية أهلية، ونقدر نوسع دايرة علاقاتنا، لأنه إحنا مش بس هنخدم المجتمع اللي حوالينا، لا إحنا هنخدم نفسنا أكتر كمان. خلونا نطلع فاصل ونرجع نتكلم تاني. طب ما تيجوا نقعد مع حد من الشباب الناجح ده. أولاً دخلتي الحياة الحزبية إزاي؟ جيتي نائبة برلمانية إزاي؟ والمحطة بتاعت نائب رئيس حزب سياسي. عقب تخرجي على طول كانت ثورة يناير اللي هي كانت المغارة السحرية للمشاركة السياسية وشعور الشباب إنهم قادرون على الفعل السياسي. عادة اللي بيبقى عايز يطرد حد من الشقة بيعمل ممارسات تانية. أكتر حاجة بتبسط فيها لما أقعد مع شباب وشابات نتكلم على كل حاجة. حقيقة روحهم والطاقة اللي عندهم بتديني أنا طاقة طول الوقت، بس بحس إن أنا بصراحة بشوف عالمين مختلفين. يا إما شباب محبط جداً وحاسس إنه الدنيا مقفولة في وشه، لا في فرص عمل ولا في مناصب ولا واخدين حقنا ولا. أقعد مع شباب تانيين ألاقي ما شاء الله صغيرين جداً، نواب وزراء وأعضاء برلمان وماخدين فرص قد كده في كل حاجة في الدنيا. وأسألهم أنت ابن مين في البلد دي؟ أو أنت بنت مين في البلد دي؟ اللي يقولوا لي إن أنا بابايا شخص عادي مدرس مزارع. قال لا، طب ما تيجوا نقعد مع حد من الشباب الناجح ده وتقول لكم هي وصلت للي هي فيه ده إزاي. معايا النهاردة ضيفة أنا بحبها جداً على المستوى الشخصي والمهني، نائبة في البرلمان من أصغر النواب، اسمها أميرة صابر. هي مش بس نائبة برلمانية نجحت في الانتخابات، لا ده هي كمان نجحت في انتخابات داخلية في حزب كبير، لأنها تكون شابة امرأة نائب حزب سياسي من أكبر الأحزاب المصرية. تعالوا نقعد مع أميرة ونتعلم من تجربتها ونرجع نتكلم تاني. ازاي الحال؟ النهارده معايا ضيفة مميزة جدا، عضوة برلمان من شباب الأحزاب. مش بس كده،
دي نائب رئيس حزب في بلد ما كانش أصلاً بيدعم الستات، النائبة البرلمانية أميرة صابر. ازيك يا أميرة؟ اهلا وسهلا أخبارك بحضرتك إيه؟ وكل منوراني. المشاهدين. شكرا للاستضافه الكريمه، ودايما بيبقى شيء سعيد اني التقي في حضرتك. حبيبتي، يعني أنا منبهرة بعد يعني النضال الطويل جدا جدا، والأحزاب يعني دماغها محافظة جدا جدا، إنه في حزب سياسي في مصر ينتخب شابة تبقى نائب رئيس الحزب. أنا عايزاكي تحكي لي بقى وتحكي كل الشباب اللي بيشوفونا، أولاً دخلتي الحياة الحزبية إزاي؟ جيتي نائبة برلمانية إزاي؟ والمحطة بتاعت نائب رئيس حزب سياسي. يعني خليني أقول لحضرتك أنه أنا طول الوقت حتى من أيام المدرسة كنت بحب أمثل أصدقائي، يعني في انتخابات في الفصل فأنا بدخل انتخابات الفصل. طبعا الموضوع كمل في الجامعة، أنا اتخرجت 2009 وكنت أمين اللجنة الثقافية العليا. احنا كان عندنا اتحاد طلبة ويمكن ساعتها كان لسه وقت مبارك كان شمس. فطبعا عقب تخرجي على طول كانت ثورة يناير اللي هي كانت المغارة السحرية للمشاركة السياسية وشعور الشباب أنهم قادرون على الفعل السياسي. بعدها بأشهر قليلة كان وجود الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. صحيح. ويمكن يعني كان في ساعتها مجموعة من الشباب رائعين جداً، وكان وقتها المشاركة السياسية للشباب موجودة وحاضرة في أحزاب كتير قوي، وكان قوام أحزاب بالكامل مبني على وجود الشباب فيها. صحيح. فيمكن تجربتي السياسية بدأت في المدرسة وكملت في الجامعة من باب المشاركة، وكان الأكبر والباب الأوسع ليها هو وجودي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي أنا ما انتمتش الحزب غيره من أول ما دخلت الحياة السياسية. طيب تنسيقية شباب الأحزاب بقى إيه حكايتها؟ التنسيقية الحقيقة منصة مهمة جدا جدا. بعد يمكن فترات تصحر سياسي طويلة ما كانش حتى الناس قادرة تلاقي لغة مشتركة، ما كانوش بيقدروا يتفاهموا مع بعض. فكانت فكرة في التنسيقية إنه يمثل فيها كل التيارات السياسية، كل الأحزاب، والتمثيل ده بتختاروا الأحزاب. يعني أنا حزبي هو اللي اختارني إن أنا أكون موجودة نيابة عنه أنا وعدد آخر من الشباب جوه تنسيقية شباب الأحزاب. وهي كلها شباب لأنه كلهم تحت سن 45 سنة وقت دخولهم التنسيقية. والتجربة كانت الحقيقة ثرية، لأنه فكرة أنك طول الوقت بتتحدى فكرتك أو بتحاول توصل فكرتك قدام آخرين ومع آخرين في نقاشات مفتوحة مختلفين عنك تماماً وخطهم السياسي مغاير، أو إننا حتى يعني إحنا يمكن أدائنا البرلماني حتى كان بيبقى مستغرب، لأنه نفس القانون اللي أنا بقوم أرفضه بيبقى فيه زميل تاني ليا في التنسيقية بيوافق عليه وهو نفس القانون. هو أصلاً بينتمي لأفكار تانية وأيديولوجيات تانية وخط سياسي مختلف. فيمكن كانت نواة يعني مهمة في تقديري إنه أولاً الشباب يمكنوا، لأنه مهما كان هي كانت منصة تمكين، إنه مش بس شباب الأحزاب هم اللي موجودين فيها، كمان يمكن شباب لم ترق لهم أي من الأحزاب السياسية فموجودين كشباب سياسيين مستقلين. أنت بتقولي كلام كبير هتخلي الشباب يمسك يتخض. هو كل اللي بيدخل الحياة السياسية بيقول كلام كبير وتخين كده، لم ترق لهم. ما حبوش الحياة السياسية، ما اتبسطوش في الحياة السياسية، من الأحزاب بس مبسوطين في الحياة السياسية. فدول كانت منصة تمكين ليهم التنسيقية. وأنا موجودة عن حزب المصري الديمقراطي وعن كتلة التنسيقية جوه مجلس النواب. طيب برضو أنا كحد بقى عنده خبرة في العمل السياسي عايزة أفهم يعني إيه كتلة التنسيقية. أنتوا لما دخلتوا انتخابات أنتوا داخلين بقى أحزابكم، صحيح؟ هل عملتوا تحالف جوه ولا ده مسجل بقى لوبي؟ يعني إيه الحدوتة جت إزاي؟ أيوة، إحنا أغلبنا اللي موجودين في أحزابنا هي اللي رشحتنا إننا نكون موجودين ضمن كوتة الشباب. كوتة الشباب اللي كانت على قوائم الانتخابية. حلو لحد هنا تمام. والتنسيقية كان ليها تنسيقات سياسية زي ما المصري الديمقراطي كان موجود في قائمة موحدة. التنسيقية كمان كانت موجودة بأعضائها اللي هم منهم من يمثلون اللي بيمثلوا أحزابهم، ومنهم كمان شباب مستقل. يعني أقدر أقول أنتوا جوه كتلة؟ يعني والكتلة دي مسجلة بشكل ما، ليها صوت ليها تقل، ولا هي حاجة كده تنسيق حبي ما بينكم؟ هو تنسيق سياسي يمثل صوت الشباب بشكل كبير جدا في البرلمان، لأن احنا عندنا 32 نائب. دول رقم يعني نسبة قد إيه كده؟ الشباب النهاردة في البرلمان تقريبا 21% من إجمالي البرلمان. ودي نسبة كويسة جدا جدا يعني. طيب كتير من الشباب بيخاف يدخل الحياة السياسية،
وبيحس إنها ممكن تبقى مصدر للمتاعب للقلق. أو إنه بالمناسبة الحاجات أنا دي- أهلي كان طول الوقت عندهم مش كده؟ تحفظ مع مشاركتي السياسية، خاصة إن أنا طول الوقت كنت أنتمي للتيار المعارض. طيب أنت بتقولي أهلك كانوا قلقانين عليكي، وده طبيعي وده حال ولغاية أغلب دلوقتي المصريين. يعني أنت متأكدة إن هو ده المجال اللي أنت عايزة تكملي فيه؟ لأنه كمان هو بيجي بتكلفة. حتى بعد ما دخلتي البرلمان طبعا لأنه تكلفته عالية جدا. يعني إيه أنا بقى؟ حياتي الاجتماعية متأثرة جدا بدوري السياسي، لأنه دوري السياسي خاصة إني أمين لجنة العلاقات الخارجية بيقتضي الكثير جدا من السفر، بيقتضي إنه وقت طويل أنا مش موجودة مع أصدقائي ومش موجودة مع أهلي، فهو ليه كلفة اجتماعية طبعا. والكلفة ليه دي تمن بيدفع، بس كل تمن بندفعه في ميزة. طبعا انت عندك دواير من العلاقات، يعني العلاقات الاجتماعية العادية اللي هو أصحابنا وجيراننا ومش عارفة إيه، ممكن يبقى ما عندكيش وقت كتير ليها، لكن عندك من العلاقات تحولت بطبيعة القرب والمناقشات الكتير إلى مزج كده ما بين علاقات اجتماعية ومهنية، ولا؟ أكيد. وبعدين لما بتدخل المجال السياسي أنت بيبقى عندك عين واسعة تشوف بيها الحياة من كذا نظارة. نظارة صناعة السياسات اللي هي متعلقة بالصحة وبالتعليم وبالضمان الاجتماعي، فبتبقى قدرتك على تقييم حتى أي أمر مختلفة خالص. يعني أنا بشجع جدا الشباب، ونفسي أرجع أشوف انتخابات الجامعات فيها مساحة زخم ومساحة منافسة حقيقية، وأشوف إفراز لوجود الشباب في الحياة السياسية. طيب لأنه ما هو ده اللي أنا كنت عايزة أسألك عليه بقى. الشباب اللي عايز يمشي المسار بتاع أميرة يعمل إيه؟ أولاً لازم يهتم بالشأن العام، يعني إنه إحنا نفتح الجرايد الصبح ونتابع الأخبار ونتابع الصفحات الرسمية حتى للوزارات ولرئاسة الوزراء، نفهم صانع السياسة ده بيقول إيه. وبعدين دي خطوة كويسة جدا، دي خطوة مهمة إني أتعرف على إيه اللي بيحصل في البلد حواليا. أبسط شيء إنه يعرف النائب اللي بيمثلك في دايرتك مثلاً، وتابع أداؤه السياسي والبرلماني. ده على سبيل المثال. الجامعة نفسها فيها أنشطة طلابية كتير جدا. أنا بشجع إنك ما تبقاش بس مخلص الجامعة بشهادة علمية، لا، بشهادة علمية وخبرة حياتية. إحنا عندنا أحد أهم يمكن أسباب إنه الحياة السياسية ما هياش لسه أبدا كما أحب أن أراها، إنه لا، في عزوف، والعزوف ده أسبابه مركبة. رفض، عزوف بمعنى بعد عن المشاركة السياسية. واحد من خيوط الحل إننا نرجع تاني ندي للشباب تجربتنا. وبالمناسبة إحنا يمكن عانينا في وقت من انقطاع تجربة الجيل اللي قبلنا عننا، فمش عايزة ده يتكرر تاني. بالعكس، أنا بشجع كل التجارب ليها وجهها الجيد الحسن وليها وجه تاني. بس الحقيقة تجربة تمكين الشباب واحدة من أهم التجارب، لأنه مفيش حد قطاعياً ولا في الفئة دي يقدر يعبر عن قضاياهم هم بنفس التمثيل. صح. فيعني فكرة إن أنا مش لوحدي، وفكرة إن أنا شخص فاعل فاهم اللي بيحصل حواليا، عندي رأي فيه، قادر أكون بوصل صوتي. يعني ما أحبش أبداً إنه أي شاب أو شابة ما ينزلوش يدلوا بدلوهم في انتخابات. صح. وعلى جانب تاني، وإحنا بنتكلم على ده، لازم نتكلم على أمان في ممارسة الحياة السياسية. لازم نتكلم على إنه الشاب والشابة دي يشعروا إنهم آمنين من أي حبس لحريتهم. صحيح. يعني الحقيقة أميرة أو سيادة نائبة البرلمانية أميرة مديانا روجيتا، وأنا بحب أبقى عملية جدا. فالروجيتا بتاعت من أول الشارع بتاعنا نتحرك فيه إزاي لحد كل الحاجات اللي رصيناها بالاسم مع بعض. أميرة، أنا ببقى سعيدة وفخورة ومستمتعة جدا باللغة العربية بتاعتك، رغم إن أنا عارفة إنها كلام كبير وهيقعدوا يقولوا إحنا مش فاهمين، بس مستمتعة جدا بأدائك، ويعني ربنا يوفقك، نورتينا. شكرا جدا للاستضافة الكريمة حبيبتي. جينا بقى للفقرة المحببة لقلبي، اللي أنا بحس إنها جسر التواصل بينا كده، نقعد نرغي مع بعض ونتكلم مع بعض ونسأل ونجاوب على بعض. طيب، عندنا النهاردة مجموعة أسئلة قانونية. خلينا نشوف أول سؤال. عم الولاد واخد 3 قراريط ونص من يوم ما جوزي اللي هو أخوه ما مات، وهو لا بيدفع إيجار ولا حتى راضي يسيبهم. الزوج متوفي من 29 سنة. عدم تسليم الميراث لمستحقي أصحابه، الحقيقة القانون بيجرمه وبيعتبره جنحة. طيب، علشان نثبت عدم تسليم الميراث، المفروض إننا نبعت للعم ده إنذار رسمي على يد محضر، نقول له متشكرين إنه الأرض كانت تحت إيدك الفترة دي، لو سمحت إدها لنا. خلاص، يعني سواء بقى ما بيدفعش إيجار ولا بيدفع إيجار،
فهنا لو العم ما سلمش الأرض دي بنقدر نرفع قضية بجنحة مباشرة قدام محكمة الجنح وفيها حكم بيوصل للحبس. ده فيما يتعلق باستلام الميراث. عن المدة اللي هو استخدم فيها الأرض دي احنا ممكن نعمل دعوى حساب قدام المحكمة المدنية نطالبه فيها بإيجار الأرض عن المدة دي كلها. اتفقنا؟ نشوف سؤال تاني. ما هو التصرف القانوني الذي أستطيع أخذه تجاه أخ يريد أن يطرد إخواته البنات علشان ياخد حقهم في الشقة مع العلم إن هم مقيمين فيها؟ الحقيقة أنتم ممكن تعملوا محضر في اسم الشرطة وتطلبوا فيه عدم تعرضه ليكوا سواء بالضرب أو بالطرد أو بإهانة، لأنه عادة اللي بيبقى عايز يطرد حد من الشقة بيعمل ممارسات تانية. طيب المحضر ده ممكن يحسسوا إن أنتوا واخدين إجراءات جادة فيعني يلم المسائل شوية، لكن لو تعرض لكم فيما هو أكتر من كده أو طردكم من الشقة في إجراءين. الإجراء الأولاني اللي هو التمكين من الشقة بنروح ناخده من نيابة الأسرة في أقرب محكمة ليكوا، والإجراء الثاني في حالة التعرض بالسب أو الإهانة أو الضرب إنه بيتعمل محضر في الاسم في الحالة دي وبتبقى جنحة ممكن يتعرض للحبس أو للغرام. لحد هنا أسئلتنا خلصت، لكن جسر التواصل والمحبة بينا لا يمكن يخلص أبداً. ابعتوا لنا كل أسئلتكم على محاميك صفحة الأسئلة القانونية كلها، وحكاياتكم على حكايات نهاد صفحتي على الفيسبوك، وأشوفكم دايماً بألف خير.